انت شايف ان انت محتاج ايه في الكارير بتاعك؟ هنتكلم عن الكوميونيكيشن. ماركتنج اند سيلز از ا فانكشن، مش سكيل. ماركتنج اند سيلز فانكشن زيها زي الاكاونتنج، صح كده؟ مظبوط. بس ممكن تقول ان في واحد شاطر في الماركتنج والسيلز علشان هو عنده كوميونيكيشن سكيلز عاليه، صح كده؟ مظبوط. يعني هو هيبقى شاطر هناك. يعني لو واحد شايف نفسه ان هو بيعرف يكوميونيكيت مع الناس قوي، يشتغل في الاكاونتنج في مكتب ولا يشتغل ماركتنج وسيلز؟ اي بليف ان هو يروح ماركتنج وسيلز. تمام. طيب هنتكلم النهارده اول حاجه. انا هبدا اتكلم على البيزنس سكيلز. ان انت الكونتينوس ليرنينج والديفلوبمنت، ايه علاقه الكونتينوس ليرنينج بالبيزنس سكيلز؟ ان eventually زي ما حصل مع نوكيا. ده المثال اللي كنت هقوله. انت اسمك ايه؟ برافو عليكي. هو احنا هنقول المثال ده مرتين النهارده. طيب خلينا نقول ان اصلا الكونتينوس ليرنينج ده هابت يا جماعه. يعني ايه؟ حضرتك مش بتذاكر، مش هتبقى شاطر لما تدخل تقرا بوستين على لينكد ان ولا تقرا 10 بوست على الفيسبوك. محدش بيبقى شاطر تكنيكال وايز. بكلمك التكنيكال هنا بيكمل البيزنس سكيلز، بمعنى ان انت مش هتبقى شاطر حتى في البيزنس سكيلز عشان دخلت قريت بوست على لينكد ان. ده مش حقيقي. لازم يبقى عندك ديب اند كونتينوس ليرنينج علشان توصل تبقى سيرتيفايد اصلا. اكتر حاجه بتعب فيها مع الطلبه ان انا ايه بعمل ايه بعمل ايه بعمل ايه كمل مذاكره. انا اصلا ما بعملش حاجه مع الطالب. انا مش شايف ان انا دوري عظيم قوي. انا مجرد ببقى عايز اخليه ديسيبلين. دي اكتر حاجه. لو الطالب جاي لي اصلا ديسيبلين، لذلك بصراحه طلبه الجامعه اكتر ناس ما بيتعبونيش في السي ام اي. ليه؟ لان هو جاي لي متعود يذاكر، مش بقعده على الكتاب. هو ده اللي اقصده بالكونتينوس ليرنينج. انت عشان تاخد سي ام اي على سبيل المثال محتاج معايا تحل توصل ل 2000 سؤال في ظرف 9 شهور. مظبوط. الناس يعني استاذه مشيره اصلا سيرتيفايد وهي كانت بتدرس معايا. فانا مش هاجي معاك في البيت اعلمك تقعد تذاكر، ده صعب جدا. انا ممكن اعلمك النولج في الكورس، بس الكونتينوس ليرنينج هو المايل ستون بالنسبه لي انا كمحاضر، وهو ده اكتر حاجه بشتغل عليها. ما بشتغل على فكره. انا ما بشتغلش يعني طبعا السكيلز بقى وبعلمك بادجيتنج وبلاننج فاين، بس انت لو مش بتساعدني ان انت كونتينوس ليرنينج هنا جوه السي ام اي نفسها بكلمك عنها.